الراجل ده بيعرف مراته اللي بيبيع في الشارع، فبيجي واحد ومراته وبيقول له طب ايه رايك بدل ما تبيعها انت تتجوز مراتي وانا اتجوز مراتك، فبيعجبه الفكره عشان زي من مراته وهما الاثنين بيطلعوا حريمهم. والولد ده بيقول له مراتي جميله وهتعجبك جدا، وبيقول له ماشي. كل واحد بيمشي، وتاني يوم اول ما بيرجع البيت بيلاقي البيت كله متكركب، وبيلاقي كمان الفلوس والدهب بتوعه مش موجودين، وبيخاف وبيقول له اتصل بالبوليس بسرعه عشان في حرامي دخلوا سرقوا كل الفلوس والدهب بتوعي. وبتتفاجئ وبتقول له لا مفيش حاجه اتسرقت، بس انا اللي خدتهم عشان اجيب لي نفسي مكياج وحاجات للتجميل. وبيفضل يزعق وبيقول لها انت اتجننتي، انت خدت كل فلوسي. وبتقول له انت فاكر ان جوزي بدلني مع مراتك الوحشه محبه كده؟ وبتقول له كل واحد فينا فيه مميزات وعيوب، محدش كامل. وبيفتكر مراته اللي كانت بتديله كل يوم وجبه وهو رايح الشغل عشان يخاف على فلوسه، وبيقول ايه اللي انا عملته ده، وبيعرف قيمه مراته. فبيروح لمراته وجوزها الجديد وبيقول خلاص انا عايز مراتي، بس بيرفض يديله مراته وبيقول له مراتك دي كنز عمري ما هسيبه. وبيعرف قيمه مراته بس بعد ما سابها. القصه دي توصف حالتنا كلنا، بنكون مش عارفين نعمل اللي معانا غير بعد ما تضيع مننا، فبص على المميزات قبل العيوب.